أهلا بكم. بعد انقطاع دام لحوالي 4 عقود تم الإعلان عن استئناف العلاقات المغربية الكوبية. عودة العلاقات بين الرباط وهافانا نجاح دبلوماسي كبير يحمل أكثر من دلالة ويأتي في ظرفية تتسم بالتوتر، فيما يسعى المغرب إلى تعزيز دوره السياسي والاقتصادي إقليميا وعالميا وعلى جميع المستويات. لتناول هذا الموضوع يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور عبد الرحيم منار السليمي المحلل السياسي. دكتور سليمي، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا سي محسن. بداية، بالنسبة لك ما هي الدلالات الأساسية لعودة العلاقات بين المغرب وكوبا بعد 37 سنة من القطيعة؟ أولا هنا أذكر بما وقع تاريخيا ولماذا حصلت هذه القطيعة الدبلوماسية بين المغرب وكوبا. المغرب كان يقدم آنذاك بأنه ينتمي إلى المعسكر الغربي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وكوبا تنتمي إلى المعسكر الشرقي الذي يقوده الاتحاد السوفيتي آنذاك في مرحلة الحرب الباردة. لوحظ آنذاك بأن كوبا تدعم البوليزاريو، بل أكثر من ذلك، ليس فقط الدعم بالسلاح، وإنما كانت هي المحطة التي استضافت العديد من الأطفال من داخل المخيمات، كانت تقوم بعملية التنشئة السياسية بهذا المفهوم. لهذا كان هناك عداء واضح في هذه المرحلة، وهو يتأثر بالمجريات التي كان يعرفها النظام الدولي، والكل يعرف بأنه كانت عادة تقع هذه المواجهات بالوكالة. إذن تغيرت المعطيات اليوم. كوبا لوحظ منذ انتقال السلطة أن هناك تحول، هناك محاولة الانفتاح، وهناك البحث، بمعنى أنها تبحث عن العديد من الممرات والعلاقات الجديدة، بدءا بالولايات المتحدة. الأمريكية. كانت هناك دعوة آنذاك من أوباما لفك الحصار. كان هناك لقاءات مثلا مع بابا الفاتيكان، أيضا لعب دور في هذا الاتجاه، وتبين بأن كوبا تتغير عكس مثلا مجموعة من الدول الأخرى. هناك تحول. هناك في نفس الوقت هناك تحول في السياسة الخارجية المغربية. المغرب لم يعد يترك ما كان يسمى بالمقعد الفارغ في مجموعة من المناطق، بدأ يعود إلى مجموعة من المناطق يعود إليها ويأخذ الصراع حول القضية الوطنية من داخل هذه المواقع. إذن تبين بأن هناك إشارات استعداد كوبا، وأيضا سياسة خارجية في المغرب تتغير. وتبين وأعطت هذا البلاغ الذي صدر بعودة العلاقات الدبلوماسية. وواضح جدا في قراءة هذا البلاغ بأن هناك احترام أولا لقواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات، وهذا قوي جدا. يبدو بأن هناك تغييرات قادمة على المستوى الكوبي، وإن كان البعض يحاول مثلا كان البعض يحاول أن يشوش على هذه العودة. كان هناك من يحس بأنه ستكون عودة دبلوماسية وحاول أن يشوش عليها. أتحدث هنا عن الجزائر وعن البوليزاريو، وأطلقوا مجموعة من الإشاعات وحرب إعلامية كلها يتبين اليوم بأنها خاطئة. إذن يمكن أن نقول بأنه اختراق جديد من طرف الدبلوماسية المغربية لمنطقة حيوية واستراتيجية وهي أمريكا اللاتينية، بعد أن كانت هناك اختراقات لشرق إفريقيا وأيضا لمجموعة من المواقع في إفريقيا. لماذا مر الأمر عبر بعثتي الدولتين في الأمم المتحدة في نيويورك؟ أو على الأقل ما مغزى ذلك؟ أعتقد بأن هذه دلالة قوية، لأن هذا النوع لما تكون قطيعة دامت تقريبا أزيد من 37 سنة، من الصعب جدا أن نتحدث عن زيارات مثلا رسمية دبلوماسية. كانت هناك زيارة خاصة وزيارة ملكية خاصة. هذه إشارة تقرأ لما يسمى بدبلوماسية الذكية. المغرب اليوم يمارس الدبلوماسية الذكية، يقدم نفسه كقوة إقليمية، أيضا في نفس الوقت ويحمل معه ما نسميه عادة بأن الدولة المغربية تحضر، الإرث الحضاري التاريخي كله يحضر، وأيضا تجربته. ولكن من الصعب جدا أن يبدأ مثلا لما يكون هذه القطيعة أن تكون هناك زيارات مثلا على المستوى، لقاءات على المستوى الدبلوماسي بين رؤساء الدول. إذن هذه الصيغة
بمعنى هذه الصيغة هي تبين بأن العلاقات هي تبدأ بقوة، لأنه المشكل كان حول ماذا؟ المشكل كان على مستوى التدخل. آنذاك كوبا كانت تتدخل في مشكل، تتدخل في مشكل وبعيد منها، وهي وظفت آنذاك من طرف الجزائر، ووظفت من طرف المعسكر الشرقي في هذه المرحلة، وأيضا من طرف ليبيا. اليوم بهذا النوع، لأنه كما قلت دلالة قوية من داخل لقاء بين الممثلين داخل الأمم المتحدة، والإشارة بمعنى فيها لغة القانون الدولي. تبدأ العلاقات قوية، وذلك ستبدأ العلاقات على المستوى الاقتصادي وغيره. دكتور منار، فقط للفهم، هل يتم اليوم الفصل ما بين القضية الوطنية والعلاقات مع الدول، أم هناك على العكس إدماج للقضية الوطنية بطريقة جديدة في العلاقات مع الدول؟ هناك ما يسمى في الدراسات الاستراتيجية بالتحوط أو التحويط الاستراتيجي، بمعنى أنه بدل أن تدخل مباشرة في صلب العلاقات، في صلب السياسة الخارجية المغربية، هناك القضية الأولى هي القضية الوطنية، بمعنى ولكن بدل أن تكون هناك دخول مباشر بهذا الشكل، يبدأ بناء علاقات جديدة. وآنذاك سوف تحضر القضية الوطنية بصفة أساسية داخل هذا الملف، لأن الكوبيين يدركون جيدا، بمعنى يعرفون هذه الإشارات، ويبدأ عملية تغيير المواقف. إذا اليوم هناك عودة إلى مجموعة من المواقع، وسيكون الصراع مثلا مع البوليزاريو من داخل هذه المناطق التي كان موجود فيها، وأتحدث هنا عن أمريكا اللاتينية. ولكن في نفس الوقت هذا النوع من المستوى الدبلوماسي الذكي، أقول دبلوماسية ذكية، من التحوط الاستراتيجي، بمعنى إعادة بناء هذه العلاقات، وسوف تكون هناك فهم إشارات من طرف هذه الدول وتغير مواقفها. من المتوقع جدا الأسباب التي كانت تجعل من كوبا تدعم البوليزاريو هي اليوم تغيرت. كوبا هي تنفتح، كوبا لها شركاء جدد، والمغرب يستفيد من عمل قام به. هناك تكتلات يجب أن ننتبه إليها، قام بها المغرب، تكتلات استراتيجية، الخليج إلى غير ذلك. هو يبني منظومة جديدة من العلاقات بناء على هذا التحول. في هذا الإطار سي منار، هل يتم كسر حواجز كانت قائمة منذ فترة الحرب الباردة، وبالتالي ربما كسر كذلك أفكار جاهزة عن المغرب؟ الأفكار التي كانت لدى كوبا آنذاك تحمل صورة عن المغرب مرتبطة بالصراع بين معسكرين آنذاك، وأيضا بأفكار الحرب الباردة، وبهذا الدعم الذي كان مثلا دعم اللي كان لهذه الحركات الانفصالية، كان هذا دعم يقوم به المعسكر الشرقي. وكان أيضا العلاقات التي كانت لكوبا مع القذافي آنذاك، وأيضا مع الجزائر، لا زالت هذه العلاقة موجودة، ولكن تغيرت لأنه لاحظ معي بأن القوى التي كانت تناور ضد المغرب هي اليوم كلها تعيش مشاكل. أتحدث هنا عن جنوب إفريقيا، المشاكل الأخيرة، أتحدث عن الجزائر نفسها، عن فنزويلا التي يسقط فيها النظام. ولكن النظام في كوبا كان ذكي، بمعنى أنه فهم الرسائل. كانت هناك قلت مع مجموعة من القوى بدأ يتغير، بمعنى أنه يتغير داخليا. ولما يتغير هناك العديد من الأدوات الدبلوماسية التي يمكن أن تساعد المغرب وكوبا على بناء مثلا شراكات. قد نتوقع هذه المسألة، ولكن الأساسي بدأنا بوضع ما يسمى بالأساس، وهو احترام القواعد السائدة على المستوى القانون الدولي. هنا لدي سؤال دكتور منار السليمي، يعني استقيه من كلامك، هل تعتقد أن المغرب التقط الإشارة منذ عودة العلاقات مع واشنطن؟ المغرب هنا يراقب، المغرب هو له اليوم يقرأ الخارطة، ما يجري من تحولات على المستوى الاستراتيجي العالمي. النظام الدولي في مرحلة انتقالية، وتكون هناك فرص وتكون هناك اختيارات للحظة التي يتحرك فيها المغرب، وهذا واضح، بمعنى أن هناك قراءة جيدة إلى درجة أن هذه العودة اليوم هي ستفاجئ، بمعنى أنه تبين بأنها فاجأت أيضا الجزائر. وهذه هي القوة اليوم، الذي له القدرة على المبادرة، القدرة على التقاط التحولات الجارية، والقدرة سيكون في الجزائر لمثل هذه الخطوة. الجزائر اليوم هي تحس بأن كل محور الذي كان معه هو يتخلى عنها. الجزائر اليوم هي تعيش عزلة. لاحظ معي بأنه النظام السياسي هو يعيش عزلة ويعيش صراعات داخلية، والمحاور التي كان يشتغل عليها هي تنهار. لأن إذا أخذنا مثلا فنزويلا والجزائر لهما نفس الوضعية. لما كنا نقول بأن الجزائر بدأت في عملية الانهيار، فالنموذج الذي هو مماثل للجزائر فنزويلا هو ينهار، بمعنى أنه لم يستفيد من سنوات النفط إلى غير ذلك، ولا زال نظام أحادي الذي هو الذي يحكم جنوب إفريقيا.
أتوقع بأنه قد أيضا جنوب إفريقيا قد تكون العلاقات جيدة مع المغرب في المستقبل، لأنها تعيش تحولات وارتكبت أخطاء في العلاقات مع المغرب. وهناك بمعنى أنه التحولات التي تجري، المشكل هو اقتصادي، هو صراع حول المصالح الاقتصادية. ويدرك اليوم جنوب إفريقيا تدرك بأن المغرب هو قوة إقليمية صاعدة، سيكون الخيار هو البحث عن المساحات المشتركة لإقامة علاقات. نعم. إذا الموضوع محلول ما دام اقتصاديا فقط. اليوم من يقرأ جيدا الخارطة على المستوى الدولي ويتحرك، لاحظ معي بأن الجزائر لا تعرف إلى أين تتجه. هذا واضح جدا، لا تعرف إلى أين تتجه. لماذا؟ لأنه حتى طريقة الاشتغال لم تتغير. لما أقول ما يسمى بالدبلوماسية الذكية، هي تعتمد على مجموعة عناصر هي تفيد اليوم، وليس فقط ما تقوم بالجزائر أنها تسلح بعض الحركات إلى غير ذلك. نشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحيم منار سليم، المحلل السياسي، على كل هذه الأفكار. نشكركم أيضا، نلقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة. دمتم في رعاية الله.